السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ تمام الحمد لله رب العالمين. النهارده الفيديو نقوله بسم الله الرحمن الرحيم ونربعه بقى ايدينا وكده ولا رجلينا وهي قاعده. يا ولاد بصوا بقى يا ولاد، احنا عرفنا ان الست شيرين عبد الوهاب اختلفت مع الاستاذ حسام حبيب واتطلقت. خلاص يلا ربنا يعوضهم خير، يلا ربنا يكرمهم بكل خير يا رب. حتى الست طلعت في احتفال راس السنه قالت بلا نكد بلا يعني مش عارفه بلا رجاله بلا نكد، غالبا قالت كده. المهم الست ما صدقت انها تخلص، تمام، وحضرت ليلة راس السنة وعملت الحفلة بتاعتها والدنيا زي الفل. قيس بقى البت دي بقى الست شيرين عبد الوهاب اول ما طلعت من الحفله يا ولاد بيصوروها طبعا المعجبين والناس والصحفيين والناس الاسئله، اذ لقوا الراجل الحلو الاقرع المنور ده واقف وراها. ايه مين ده يا ولاد؟ قالوا لك ده خطيب شيرين. مين بتقولوا مين يا ولاد؟ خطيب شيرين. الله، دي لسه متطلقه. الله خدت الصدمه انا بقى خدت الصدمه، خدت الصدمه ووقفت كده. ايه ده؟ يعني ايه خطيب شيرين؟ قالوا لك لا ده خطيب شيرين الجديد ومش خطيب شيرين الجديد. وطبعا ركبوا الست الترند وقعدوا يقولوا ازاي تتخطب وهي لسه في شهور العده. مين الراجل ده؟ قال لك تامر سليم. مين تامر سليم يا ولاد؟ قالوا لك ده دكتور نسا وولاده. الله، عرفته منين؟ قالوا لك ده كان خطيب مريهان حسين الممثله، وكانت هيتجوزوا في شهر 2 اللي جاي، وعلشان كانت هتتجوزوا مرضتش تخش في المسلسل بتاع احمد العوضي، تمام، الجديد اللي هيمثله. لفة كده كبيرة، بس هي سابت خطيبها، ولما سابت خطيبها ده شيرين خدته. وفي اقاويل تانية يقولوا لك خطفتكوا عرسة وانتوا قاعدين كده هوت على الحمام يا بعدة، وانتوا قاعدين كده بتعملوا بيبي، تيجي عرسة من البيبي تطلع تخطفكوا تشفطكوا وتنزل تاني. الكلام ده انتوا بتجيبوه منين؟ يعني واحد كان حاضر حفلة، ممكن يكون صديق، ممكن قوي يكون صديق مثلا عادي، حضر الحفلة ورايح يسلم على شيرين، الكاميرات لقطته. بصوا جبتولي العرسة هتاكلني باللساني، الكاميرا لقطته. في ثانية بقى خطيب شيرين، في ثانية بقى في علاقة عاطفية بينه وبين شيرين. جبتوا الكلام ده منين يا بعدة؟ يا ولاد البعدة. طبعا الكلام ده شيرين ولا قالته ولا حاجه، لدرجه ان في ناس قالوا ان مريهان غالبا طلعت قالت انا اصلا يعني مش مريهان، حد يعرف مريهان قال ان اصلا مريهان ما اتخطبتش للجثه دي ولا تعرفه. يعني خطفته فين؟ حب ايه ونيلة ايه؟ الست خلاص عندها عيال كبار وزهقت من الجواز وسنينه. هو اللي يجرب يا جماعه الصنف يعيده تاني؟ يعني اللي تتجوز راجل وتتطلق منه مرتين زي شيرين وكل يوم والتاني ضرب وكل يوم والتاني اهانات، وتقول لك مش عارف هو بيتحكم وهو يقول لها مش عارف ايه، هتتجوز تاني؟ هتلحق كده؟ مين دول؟ بيغيروا الناس دي بسرعة ازاي؟ انا مش فاهم. طبعا كل الكلام ده كذب، والكلام ده كله يعني ملوش اي 30 لازمة. ولا اتخطبت ولا اتجوزت ولا خطفت من مريهان. وممكن تكون احنا ما سمعناش ان مريهان اتخطبت اصلا. مريهان لو اتخطبت كشخصيه يعني احنا عارفينها او احنا شايفينها، يعني كانت هتطلع تعمل لولولي فرح وهتسيح لنفسها ان انا اتخطبت يا جماعه. يعني اعقلوا الكلام شويه جماعه. شيرين ولا اتخطبت ولا اتنيلت ولا في حاله عاطفيه ولا خطفت ولا اتنيلت ولا منيله. الست يعني ايه، ندعي لها بالصحه، امين يا رب العالمين. والراجل ده اتظلم ودخل في الحوار من غير اي 30 لازمه. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك يا جدعان. اشوفكم على خير، السلام عليكم.